كلمة أستغفر الله كلمة عظيمة تنهد بها ذنوب العمر كله. لو أن عبدا عاش حياته كلها في صغره وكبره وشبابه ومشيبه وهو يتعفر ويتمرغ في معاصي الله وحدود الله وكبائر الذنوب، ثم وقف في آخر عمره صادقا قبل أن يغرر فقال صادقا من قلبه أستغفر الله من تلك الذنوب كلها، لغفرها الله ولم يبالي، ولعاد كيوم ولدته أمه، لأن الله وعده بالمغفرة. هذا ما نشك فيه، هذه عقيدة ينبغي أن تكون في القلب، لكن بالتوحيد الخالص، أن تعتقد كرم الله، لأنه لما وصف نفسه بالرحمة رحمته وسعت كل شيء، ومما وسعته الذنوب المذنبين المسيئين. عبد مسرف مذنب خطاء يأتي ابن 90 سنة، الناس تأتي للعمرة، لكن في الحج البعض يقول سبحان الله الحجاج أكثرهم كبار سن. هذه حكمة من الله. جاءوا في آخر أعمارهم تائبين، جاءوا في آخر الأعمار منيبين مستغفرين راجين لرحمة أرحم الراحمين. ومن قصد الله وتوجه إلى الله ولو في عقر داره وليس أن يأتي إلى بيته لغفر الله له ولم يبالي. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا. لا تتعاظم على الله ذنب، ولا تستخف بكلمة أستغفر الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن لك ربا توحده ليس له شبيه ولا مثيل سبحانه وتعالى، هو وحده الذي لا إله غيره ولا رب سواه، يعلم أنه لا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه. هذا الرب سبحانه في عظمته وجلاله وكبريائه وعزته سبحانه لا إله إلا هو. هذا الرب الذي وسع كل شيء رحمة وعلما لا يغفر لك فقط، ليس المسألة مسألة مغفرة، بل يفرح بتوبتك. فهل وجدت ملكا وربا أعظم من هذا الرب؟ حاشا، يفرح بتوبة عبده. أين تجد مثل هذا الكرم والرحمة؟ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يفرح ماذا يريد منك وهو أغنى ما يكون عنك، لكنه يعلم أنه لو خلي بينك وبين سطوته لكنت من الهالكين. يفرح لأنه يرحمك ويعلم أنك لو تماديت على الذنب فأخذك الرب هلكت وشقيت شقاء الدنيا والآخرة. فتذكر أنه يفرح بتوبتك. إذا قلت استغفر الله تقولها من قرارة قلبك، ما ترى دون الاستغفار شيئا، وترى أن الاستغفار لا يبقي شيئا، فتحس أن الله سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء، وأنه الرجاء في كل شيء.